شو رأيكم نطلع الجمعة الجاية على البحر ونعمل مشاوي؟ فكرة حلوة. طيب مشاوي دجاج ولا لحم؟ وبعد المشاوي شو رح نساوي؟ أكيد ملل صح؟ أنا بقترح إنه نطلع الجمعة الجاية على السينما نحضر فيلم هندي. السينما فكرة حلوة، بس رح نتفرج على فيلم من هوليود ولا من بوليود؟ وبعد السينما شو رح نساوي؟ ملل صح؟ أنا بقترح إنه الجمعة الجاية نطلع طلعة بر، هيك هوا نظيف. والله فكرة حلوة، بس بالبر ما في نت ورح يكون ملل. شو رأيكم أنتو؟ أنا بقترح إنه نطلع على شي مول، في مول جديد فتح اسمه مول حرباية أكسيد الكربون، هاد حلو وراقي، ولا شو رأيكم أنتو؟ فكرة حلوة. وبعد ما نخلص من المول شو رح نساوي؟ أكيد ملل. بعد المول بنرجع للبيت وبنتفرج على شوية حلقات من مسلسل رأفت الهجان. فكرة حلوة، بس رأفت الهجان صرنا شايفينه شي 100 مرة. أنا بقول إنه نلعب شدة وترنيب وتريكس، ولا شو رأيكم أنتو؟ أوه الشدة أحلى شي، فكرة حلوة. طيب وخلصنا لعبة تريكس وترنيب شو رح نساوي؟ ملل صح؟ أنا بقترح بعد ما نخلص تريكس وترنيب ننزل لتحت ونتمشى للصبح ونفطر برا. والله فكرة حلوة، أنا معكم. بس برا شو رح نفطر؟ نفطر فول وفلافل ومسبحة مع سرفيس مخلل. شو رأيكم أنتو؟ فكرة حلوة، بس كل مرة فول ومسبحة وفلافل ملل صح؟ شو رأيكم نفطر زعتر ولبنة وحرورة، أكلة خفيفة وبنت على مناس، ولا شو رأيكم أنتو؟ أوه فكرتك حلوة، بس إذا فطرنا زعتر وجبنة وحرورة رح نتأخر برا والشمس رح تضرب بمخنا. شو رح نساوي؟ أنا بقترح بعد الفطور نطلع شي مكان ناكل بوظة آيس كريم، ولا شو رأيكم أنتو؟ فكرتك حلوة. أنا بقترح بعد ما نخلص البوظة الآيس كريم كل واحد ست أمه وبلا المسخرة وبلا الاقتراحات ونحط راسنا وننام أحسن شي. فكرتك حلوة. طيب حطينا راسنا ونمنا وبعدين شو رح نساوي؟ ملل صح؟